السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن مباراة الزمالك أمام المريخ، وبرضه هنتكلم عن الأهلي أمام الهلال غدا إن شاء الله. هنبدأ كده بأول حاجة وهي نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده صعب المسألة عليه تماما بسبب إن هو تعادل مع المريخ السوداني. أنا مش هتكلم عن المباراة. الزمالك مفروض بيلعب في أرض محايدة، مش بيلعب في ملعب المريخ. يعني ده مفروض يكون أرض محايدة، والمريخ لأول مرة بتلعب في الملعب ده. المباراة كانت مباراة متوسطة، كان الزمالك يقدر اللي هو يكسب ويكسب كمان فرق واحد، فرق اتنين، فرق تلاتة، زي ما انت عاوز. لكن طبعا الزمالك النهارده بيتعادل، من رغم اللي هو جاب كورتين في العارضة وعمل مباراة كويسة، لكن النهارده الزمالك بيتعادل وبيخسر نقطتين مهمين جدا، لأن الزمالك عنده مباراة مع الترجي التونسي في رادس يوم السبت القادم. هيبقى في فرصة لنادي الزمالك اسبوع. الزمالك مش هيلعب مباريات لمدة اسبوع، طبعا هيبقى عنده من الجمعة النهارده لحد يوم السبت القادم ما هيلعبش ولا مباراه، ولا في الدوري ولا في افريقيا. فدي فتره كويسه جدا ان الزمالك يتدرب بشكل كويس ويستعد بشكل كويس للترجي. طبعا مباراه الزمالك امام الترجي في رادس هتبقى مباراه صعبه جدا على نادي الزمالك، فنادي الزمالك المفروض يبدا اللي هو يفكر في المباراه من النهارده. لو قدامك اسبوع، انا من وجهه نظري شايف ان لو الزمالك خسر من الترجي، الزمالك هيبقى بنسبة كبيرة خارج افريقيا، او هيصعب المهمة عليه اكتر واكتر. والزمالك حاليا في المركز الاخير بنقطة واحدة فقط من مباراتين. فبالتوفيق لنادي الزمالك في المباراة القادمة وجمهور نادي الزمالك. على الجانب الآخر مجموعة النادي الأهلي صن داونز بالعلامة الكاملة 2 فوز يساوي 6 نقاط في المركز الأول. طبعا النادي الأهلي لسه ملعبش ولا مباراة، طبعا أول مباراة الأهلي هتكون بكرة. يلا بينا كده نخش نتكلم شوية عن مباراة الأهلي أمام الهلال. الأهلي عنده مباراة صعبة جدا أمام الهلال، وهي طبعا مباراة قوية جدا وأول مباراة للأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. مباراة صعبة في توقيت صعب، التوقيت ده اللي محدش بيحب يشوف فيه الأهلي. طبعا احنا كأهلاوية في أول ماتش للأهلي احنا عاوزين الأهلي يفوز. طبعا هتبقى مباراة صعبة، تلعب مع فريق قوي زي الهلال السوداني بطل الدوري، تلعب مباراة الساعة 3 قبل العصر. مباراة قوية جدا، مباراة الأهلي إن شاء الله هيطلع منها بالفوز. طبعا هنتوقع مع بعض تشكيل النادي الاهلي، لكن انا في اخبار جتني ان احمد قندوسي بكره هيلعب اساسي بنسبه 90% لفوق 90%. راس الحربه بكره هيكون لا اما بيرسي تاو او كهربا، واحمد قندوسي احتمال نشوفه صانع لعب، وده هتبقى حاجه كويسه لاحمد قندوسي يلعب اول مباراه مع النادي الاهلي في افريقيا. ده هتبقى حاجه كويسه جدا. بالتوفيق طبعا للاعيبه اللي هتبدا ايا كان هم مين، وان شاء الله يكونوا موفقين بكره. تعالى بقى كده نتكلم شويه عن الخطه. تعالوا بقى كده نقول مع بعض تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه بكره. انا هلعب ب 4 2 3 1. طبعا هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر من اليمين الى الشمال محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول. في نص الملعب هلعب باثنين وهو الو ديانج، حمدي فتحي. صانع لعب طبعا هيكون احمد قندوس، واحمد قندوس بيعرف يلعب في المركز ده بشكل كويس جدا. على اليمين هيبقى حسين الشحات، على الشمال احمد عبد القادر، في خط الهجوم هيبقى كهربا. ليه انا قلت كهربا وما قلتش بيرسي تاو؟ كهربا في المركز ده بيلعب 10 على 10. مش عاوز اقول بيرسي تاو لان بيرسي تاو بقاله فتره مش بيقدم مع النادي الاهلي بشكل كويس، يعني حتى في كاس العالم ما قدمش اي حاجه غير تقريبا الهدف اللي جابه في اوكلاندو سيتي. فانا بفضل ان يبدا بكهربا بكره. كهربا اصلا ما خدش فرصه في كاس العالم دي الا تقريبا فرصه واحده بس، وهي صنع بيها هدف لبيرسي تاو اللي كان جابه في اوكلاندو سيتي. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي بايا كان ال11 اللي هيبداوا بكره. بالتوفيق طبعا لمستر كولر. طبعا مباراه صعبه جدا زي ما قلنا، اول مباراه للاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وان شاء الله يحقق بكره الثلاث نقاط. تعال بقى للحاجه الثانيه وهي امام عاشور. امام عاشور امبارح بيفاجئنا وبيسجل اول اهدافه في الدوري الاوروبي واول اهدافه في مشوار الاحتراف. امام عاشور امبارح نزل تقريبا في الدقيقه 62 وسجل في الدقيقه 72 او 77 على ما اتذكر تقريبا. فشابوه لامام عاشور، واحنا بنتمنى لك التوفيق في مشوارك الاحتراف في ايا كان الفريق اللي انت هتلعب فيه. فاحنا بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله موفق يا امام، وان شاء الله تكسر الدنيا وتبقى زي محمد صلاح. وبس كده، وان شاء الله نتقابل بكره بعد مباراه الاهلي. اشوفكم على خير، مع السلامه.